اليوم رح اعلمكم كيف تعملوا سوشي خطوه بخطوه لحالكم بالبيت. بعد هذا الفيديو انتم كلكم رح تكونوا قادرين لتعملوا سوشي شكله حلو طعمه طيب مثل المطاعم بالضبط. رح اشرح لكم اكثر عن الاغراض اللي اشتريتها لنعمل سوشي، ورح اعلمكم الطريقه كلها من سلق الرز للفه السوشي لتزيين الصحون. واكيد العالم اللي ما بتحب السمك الني عندي لكم وصفتين ثانيين ما فيهم سمك ني ابدا. يعني هذا الفيديو مو بس للعالم اللي بتحب السوشي، كمان العالم اللي حابه تاكل السوشي بس ما بتحب كل الشغلات اللي بيحطوها بقلبها. انا قبل بمره خبرتكم انه في مكان بروح عليه بشتري منه اغراضي مثل اغراض السوشي او الاغراض اللي ما بتنباع بالسوبر ماركت العاديه. هو مثل مكان كبير او سوبر ماركت كبيره بتبيع بالجمله لصاحبين المطاعم او اي حدا عنده اون بزنس، يعني شغل لحاله. لازم يكون معكم بطاقه لحتى تقدروا تروحوا على هذا المكان. بس كمان اغلب هدول الشغلات اللي شايفينهم هون فيكم تشتروها من السوبر ماركت يا العاديه يا اما السوبر ماركت الاسيويه. يعني ما شرط تشتروا نفس هدول الماركات تماما، ممكن كثير شغلات تقدروا تشتروها من السوبر ماركت العاديه. رح استخدم هذا رز السوشي، بجيب جاطو بحط فيه 500 جرام رز. خليني ازينهم. هدول ال 500 جرام السوشي بتعمل لكم كميه سوشي منيحه، يعني تقريبا 4 اشخاص بتاكلوا من هاي الكميه. هلا خطوه كثير مهمه انه لازم نغسل السوشي كثير منيح، يعني لازم نغسله اكثر من ميه من المي لحتى يبطل يطلع معنا مي بيضة. بعد ما غسلنا الرز كثير منيح بنضيفه بقلب الطنجره وبنضيف فوقه 750 ملل مي بارده، يعني لكل 500 جرام رز 750 ملل مي. ممكن تحسوا انه المي شوي كثيره على الرز بس هيك لازم تكون. الرز اللي نحن بنعمله للاكل لازم يكون ناشف وكل حبه بعيده عن بعض، بس الرز تبع السوشي لازم يكون شوي ستيكي، يعني شوي بلزق، لهيك كميه المي رح تكون اكثر. وهلا بتغطوا الطنجره وبتحطوها على نار عاليه، بس تغلي بتتركوها لمده دقيقتين، بعدين بتوطوا الغاز تحتها لمده 15 دقيقه على نار هاديه. بعدها بتطفوا الغاز وبتتركوها كمان 15 دقيقة بدون ما تفتحوا الغطا. وهلا لبين ما يستوي الرز بنعمل الصوص اللي رح نحطه فوق الرز، وهو عبارة عن خل الرز أو خل السوشي، ملح وسكر. بنبلش ب6 معالق خل الرز، 1 2 3 4 5 6، ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة سكر. وهلا بنحركهم وبنحطهم شوي بالميكروويف لحتى يذوب السكر والملح، يعني تقريبا لمده 20 ثانيه. هلا بنحط خل الرز على جنب وبنجهز حشوه السوشي، يعني مو حشوه، الشغلات اللي بنحطها بقلب السوشي. اليوم رح نعمل سوشي ب3 انواع. اول نوع هو القريدس. انا عندي هذا القريدس اللي بيجي جاهز، بس انا بغطسه بالزيت، يعني بقليه بالزيت وبيطلع عندي من القريدس المقرمش. هذا القريدس كمان جبته من السوبر ماركت اللي قلت لكم عنه، انتم ممكن تلاقوه بالسوبر ماركت تبعكم او السوبر ماركت الاسيويه، او حتى فيكم تعملوه بالبيت لحالكم. وهون عندي قطعه من سمكه السالمون. وكمان رح نعمل سوشي بالدجاج، يعني هاي للعالم اللي ما بيحبوا السمك الني. بس اكيد ما رح نترك صدر الدجاج هيك، رح نعمله بطريقه كتير طيبه لحتى يطلع من الدجاج اللي بقرمش. وهلا رح نعمل الدجاج الكريسبي اللي رح نحطه بقلب السوشي. قطعت صدر دجاج هيك شايفين كيف رقيقه وبهرتها. هلا رح احركهم مع بعض، وانا بهرتها بملح وفلفل اسود وبابريكا وبودره الثوم. هون عندي صحن فيه طحين وفيه كمان البهارات نفسها اللي حطيتها بقلب الدجاج. هون عندي بيضه مع شويه حليب. واهم مكون هو هاد يا جماعه، اذا بدكم تعملوا دجاج كريسبي يطلع من هذا اللي هيك بقرمش لازم تستخدموا هذا الشيء. ان شاء الله تلاقوه بالسوبر ماركت اللي عندكم. هذا عباره عن نفس البقسماط الخبز المطحون، بس هذا كرانشي كتير كتير كتير. يعني شوفوا هيك بيكون شكله من جوا. بيكونوا الخبزات هدول كبار لهيك بيعطوا الكرانش، مو خبزات قصدي فتافيت الخبزات. كترت شوي بالصحن عادي. منبلش انه بناخد صدر دجاج بنغطسه بالطحين. هاي الطريقة انا كمان بعتمد عليها لما اعمل دجاج كريسبي بقلب السندويش او شي تاني. بعدين بغطسه بالبيض، واخر شي بهذا فتافيت الخبز. وهيك طلع شكل الدجاج بعد ما عملتهم كلياتهم. وهلا بناخد الجمبري والدجاج وبنقليهم بالزيت. بتقلوهم مثل ما بتقلوا البطاطا المقليه بزيت ابيض، وبتتركوهم لحتى يحمروا شوي، مو يحمروا، يصير لونهم ذهبي. بعدين بتشيلوهم من الزيت. يا جماعه بتعرفوا اني انا كنت اشتغل بمطعم سوشي لما كان عمري 16 سنه كنت اشتغل بمطعم سوشي كنادله. يعني انا كنت اللي اودي طلبيات على الطاوله، ما كنت بالمطبخ، بس كان عندي خطه لحتى اقدر اعرف كيف بيعملوا السوشي. كنت دائما لما اروح واخذ الصحون تبع السوشي واوديهم للطاولات اتفرج واشوف كيف بيعملوا السوشي وكيف بيفردوها وكيف بلفوها وشو بحطوا بقلبها، وسرقت منهم افكارهم. هلا صرت اعمل السوشي لحالي بالبيت. بس مع هيك اغلب الاوقات انا باكل السوشي بالمطعم، لانه مثل
ومثل ما شايفين السوشي بالبيت بياخد وقت كتير كبير، بس عن جد مسلي. واحلى شيء بحبه بالسوشي هو تزيين الصحن. اخر شيء بتشوفوا كيف انا بزين هيك صحن السوشي الكبير، طلع بجنن، في ريحة حرق. الحمد لله لحقت الجمبري على اخر لحظه، بس شفت كمان انه الرز خلص. راح نحط فوقه خل الرز اللي عملناه من قبل، بنحرك بالطنجره، وهلا بنحط الرز بصحنين مشان يبرد اسرع، لانه الرز لازم يكون بارد تماما لما نلفه، ومثل ما شايفين ابدا ما بارد. وهلا بعد ما قليت الدجاج والقريدس بتركهم يبردوا هن والرز على جنب، وبنبلش نقطع بالخضروات. انا بقلب السوشي ما بحب استخدم غير افوكادو وخيار. للعالم اللي مو عايشه باوروبا ما تنصدموا من حجم هاي الخياره، الخيار بالسوبر ماركت الهولنديه دائما هيك كبير. بتعرفوا انه تقطيع الخضروات بقلب السوشي كمان مهم وبيلعب دور بانه تطلع الطعمه اطيب. مثلا الخيار لازم الخياره من جوا ما نستخدمها، وبس هذا الطرف اللي من برا، لانه هذا بيعطي الكرانش. وانا بحب اقطعها بهذا الشكل واشيل اللي من جوا هيك. وكمان الخيار لازم تقطعوه كتير رفيع، يعني رح يطلعوا معكم هيك عيدان رفيعه وطويله. بس اكيد انتم فيكم تحطوا الخضره اللي بدكم اياها مثل مانجا او جزر، بس انا يعني شخصيا بفضل بس الخيار والافوكادو. الافوكادو رح استخدمه مو بس بقلب السوشي، كمان فوق السوشي للتزيين. يعني شوفوا اللون الاخضر هيك ما احلاه، هيك من السوشي من فوق هيك مقطع بشرائح صغيره. الله، هلا بتشوفوا كيف رح يطلع شكله. بدي اياها القطعه تكون مو كبيره ولا صغيره، بقطعها كمان مره بالنص، حسيتها شوي كبيره. هلا الافوكادو اللي رح ازين فيها بقطعها بهاي الطريقه، بقسمها بالنص، بحاول اقشرها وبقطعها بشرائح كتير رفيعة. يا جماعة نسينا سمكة السلمون، سمكة السلمون كمان بدها تقطيع. النص اللي رح استخدمه لفوق السوشي رح اعمله مثل ما عملت الافوكادو، كمان بشرائح رفيعة. والنص الثاني اللي رح احطه بقلب السوشي رح اقطعه كمان هيك لاصابع طويلة. وبعد ما جهزنا كل شيء وقطعنا كل شيء، حتى الدجاج قطعته، شوفوا كيف طلع شكله، كمان هيك قطعته باصابع طويله ورفيعه. السبب اللي بيخليكم تقطعوا كل شيء هيك رفيع وطويل، لانه اذا قطعتوا كل شيء سميك اللفه ما رح تقدر تلف معكم. وانتم بدكم تحطوا اكثر من شغله بقلب السوشي، يعني بدكم تحطوا دجاج، بدكم تحطوا خيار، بدكم تحطوا افوكادو، لازم الكل يكون رفيع لحتى تقدروا تلفوها. وهلا خلينا نبلش باول خطوه. هاي تبع السوشي، هي خشبه السوشي، رح اغلفها بنايلون حتى الصوص والرز ما يلزق فيها. وهون عندي ورق الاعشاب البحريه. انا بنصح المبتدئين يستخدموا لاول مره بيعملوا فيها سوشي ورقه كامله، بس انا لاني بعمل سوشي كتير يعني تعودت كيف الفها، بستخدم نص ورقه. ليش بستخدم نص ورقه؟ لانه شوفوا كيف انشقت، لازم اقصها بالسكينه. انا كمان ما بعرف ليش قاعده عم بقصها بايدي. المهم بستخدم نص ورقه لانه ما بحب تكون طعمه هاي الورقه كتيره، يعني بحب اني استطعم بالسلمون واستطعم بالقريدس اكثر من هاي الورقه نفسها. وانتم لما تستخدموا ورقه كامله حطوا الرز بس على نص الورقه. هلا بتجيبوا مايونيز ياباني، هيك بيكون شكله، بس مثل ما قلت لكم انتم اذا لقيتوا ماركه ثانيه بس المايونيز ياباني فيكم تستخدموه، واذا ما لقيتوا مايونيز ياباني عادي انتم فيكم تستبدلوا شغلات من عندكم بالبيت مثل مايونيز عادي. مثلا بحط المايونيز على ايدي مشان الرز ما يلزق، وبدهن هيك ايدي. باخذ طابه رز وبفردها هيك فوق الورقه. وانتوا اذا استخدمتوا ورقه كامله كمان حطوا بس نص رز، لانه اذا حطيتوها كلها رز بتصير الرول كتير سميكه. وبس تفردوا الرز هيك على كل الورقه، تقلبوها، وبتردوا كمان من جوا بتحطوا مايونيز ياباني. في هون عندي المايونيز الياباني لحاله، وهذا مايونيز ياباني نفسه بس حد. بحط هيك المايونيز بالنص، فوقه القريدس، من جوا الخيار، ومن برا رح احط الافوكادو. بس هلا رح افرجيكم كيف تلفوها. لفة عن جد كتير سهل، بس اول شي بايديكم بتفوتوا هاي لجوا، وبعدين بتاخدوا هاي هيك وبتضغطوا لعندكم، وبتمسكوا هاي من هون وبتضغطوها هيك لعندكم. بتردوا بتقلبوا هاي هيك، بتضغطوا لتحت وبتشدوا من هون. شفتوا من وين ماسكتها انا؟ من هون بتشدوها لهاي الجهة، ومن هاي الايد بتجيبوها لهاي الجهة. بعمل هيك وشوفوا كيف طلعت عن جد، يعني من اول مرة ظابطة. باخد افوكادو وببعدهم هيك شوي عن بعض بهاي الطريقة، وبحطهم هيك
يعني بدي اياها تكون من فوق مليانة افوكادو. وهلأ بدي اضغط الافوكادو فوق الرز، يعني بعمل هيك وبضغط هيك، وهذا الرول بيكون عندي هيك جاهز، بحطه على جنب وبعدين بقطعه. هلا رح نعمل رول السلمون. رح احط الرز مثل اول مرة هيك على الورقة. ونسيت اقول لكم انه اكيد انتم فيكم ما تقلبوها هيك وتحطوا من جوا، فيكم تتركوا الرز من جوا وتحطوا الشغلات يعني هيك من جوا وتلفوها، يعني تطلع معكم رول مثل هيك سلمون هيك من جوا، افوكادو. وكمان رح اضيف شوي جبنة كريمية، انا كتير بحب الجبنة كريمية مع السلمون. وبنفس الطريقة كمان بلفه. هلا اللي بالدجاج، وراح احط فوق الرز من هذا حبة البركة السوداء، برش هيك شوي من فوق، شوي كترت. راح احط مع الدجاج المايونيز الحاد. هلا الدجاج، افوكادو، وبلفها. واكيد للعالم اللي ما بيحبوا ورق السوشي، مثل ما قلت لكم اول الفيديو، فينا نعمل سوشي بدون ورق السوشي، واللي هو اني جبت رز وعملته هيك مثل طابة مطاولة، وبنحط فوقه السلمون. وهيك بعد ما خلصت كل السوشي، وهلا اجى وقت التقطيع. اهم شغله بالتقطيع انه تكون السكينه تبعكم كتير حاده لحتى ما تفرط. وبزينهم على الصحن. هلا رح اقطع كل شيء وافرجيكم بعدين شو بحط فوقه لحتى يكمل طعمه السوشي. الله، وهيك طلع شكل السوشي بعد ما حطيته على الصحن. بس لسه في ناقصه كم شغله، مثل على كم حبه سوشي رح احط هذا البصل المقلي. بيجي بصل مقلي مقرمش بيعطي كرنش للسوشي مو طبيعيه. حطيت الصوص فوق السوشي اللي فيها دجاج، وهلا رح احط البصل المقلي فوقها. وهلا كم قطعه سلمون رح اشويهم بهاي النار، بيعطي طعمه مثل كأنه سلمون مدخن، بيطلع كمان كتير طيب. وراح احط كمان فوق كم حبة سوشي. هذا الصوص يوناغي صوص، بيشبه صوص الترياكي، هو هيك شوي سويت ساور، بيعطي كمان طعمه كتير طيبة. وهيك بتكونوا عملتوا سوشي بالبيت، شكلها وطعمتها مثل المطاعم. وهلا اكتبوا لي بالتعليقات اذا رح تجربوا تعملوا انتم سوشي بالبيت، واذا حبيتوا شكل هذا الصحن حطوا لي لايك، وبشوفكم الجمعة الجاي. باي.